لا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا كده، عم أحمد عايش في المكان ده زي ما انتوا شايفين كده. عم أحمد في مكانه في عزبة جرجس، والدكتورة بصراحة هي اللي اتواصلت معانا، الله يبارك لها، بصراحة هي بتعمل خير كتير. وخليكم معانا دلوقتي هنحلى لعم أحمد. عامل إيه يا عم أحمد؟ الحمد لله، يا رب دايما يا رب. أبوس ربنا يبارك لك يا شيخ. والله يا جدعان، راجل طيب وراجل جميل جدا. ان شاء الله باذن الله احنا هنظبط له الدنيا دي كلها. عايزين يا جدعان نقف مع عم احمد كلنا ونوديه مكان يقعد فيه، عشان هو اهله سايبينه. بصراحة الاهالي هنا الله يبارك لهم كلهم واقفين معاه، واقفين معانا بصراحة، الله يبارك لهم. بس زي ما انت يا عم احمد، زي ما انت بعيد على الاكل اهو. ما تخافش معايا. بعيد اهو، بعيد على الاكل. ابعد الاكل. حبيبي انا اهو معاك، قاعد معاك انا اهو. على النظافه وعلى السليم عشان نروق عليك يا عم احمد. لا مش قوي. ما تديش حد يا عم احمد. انت مبسوط يا عم احمد؟ ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. انت بتقول لنا كمان انتوا ناس محترمه يا جدعان. والله يا عم احمد يعني حد جميل جدا وحد كويس، هو عايش لوحده هنا. والراجل ده عايز يقول لكم برضو حاجه. والله ربنا يعفى عنه هو اللي زيه ويجعلكم في الخير دايما. والله كل الناس هنا بموارد الله زي ما انت قلت هي اهله، وربنا اللي يعلم احنا بنعمل معاه ايه. بس اهله ربنا بقى ما بيسيبش، ربك ما بيسيبش. لو حد اتقى الله فيه هيلاقيه، واللي مش هيتقي الله مش هيلقاه، واللي بيعمل حاجه هتعوض. واللي هيعمل فعلا خير هيعود. انا لسه قايلها لحضرتك، تعملي خير لله هتعود لحضرتك. يا جدعان والله كان هو ولا اللي زيه، ومن حق. عم احمد ده غالي ولو عليك. دورنا على الحق والاصول بتاعت ربنا، احنا المفروض نستعنى بناس زي كده. يعني اي حد من فاهم والناس يجي بوصي يتقي الله يعمل لكده، ويتقي الله. بس في الناس اللي هي اللي زي كده المتعده برضك يعاملوا ربنا، ما يعاملوش بني ادمين. فاهم؟ يعاملوا ربنا بس ما يعاملوش بني ادمين. عم احمد ممكن اتكلم معاك شويه؟ ممكن؟ ماشي، احنا عيالك وربنا يستر عليك يا رب، واحنا مش هنسيبك، والناس برضو اللي هتشوف الفيديو ده مش هتسيبك. ماشي؟ ماشي، ربنا يخليك. انت مبسوط من اللي احنا بنعمله معاك ولا زعلان؟ لسه هيستحمى. لسه برضو دلوقتي هتستحمى وهتلبس هدوم جديدة وان شاء الله خير. ماشي؟ ما عطيتني هدوم يعني، ماشي. عطيتني هي هدوم وعطيتني شيء. ممكن اوصلك ضوافرك؟ لا عشان الناس مجروحة. احنا مش ماشيين النهارده. لا بعتنا نجيب افرض بس عشان دي خشنه. بصوا يا جدعان، الحمد لله عم احمد بقى شكله جميل قوي، والحمد لله. بصوا الاوضه بقت عامله ازاي، بقت جنه الحمد لله. مبسوط يا عم احمد؟ الحمد لله، مش عايز انام ربنا يعني. يديك الصحه يا عم. امين يا رب. استني، مبسوط؟ مبسوط. طب انت نفسك في إيه يا عم احمد؟ نعم يعني زي بيش الناس يعني. معلش يا عم احمد، معلش. عايزك تقول لي نفسك في ايه وانا بصور معاك والناس هتساعدك. اديتوني كل حاجة يعني، ناس كويسة. ايوه بيعيط، صعب عليه ان هو حنين، فارق معاه قلب حنين. لان احنا وارد كنا نبقى ما عندناش ولاد ومحدش يسال فينا، وارد كنا نبقى زيه. هو عم احمد اصلا كان مثقف، هو بس جات له صدمه. ان شاء الله يتعالج ويطلع احسن من الاول. عم احمد يا جدعان، انا وبتكلم معاه بقول له حاسس بايه دلوقتي، مبسوط؟ قال لي مبسوط، لكن عيط. يعني بجد صعب عليا جدا، ويا ريت يا جدعان كلنا نقف جنبه. بس ده اللي انا اقدر اقوله لكم، ويلا بقى.
مع السلامة ومتشكرة. أنا بجد بشكرك جدا والله العظيم، جميلك ده في رقبتي إنك لبيت طلبي، لأن عم أحمد ده أنا معتبراه والله العظيم أبويا. أنا بجد حبيته أكنه أبويا. أنا بجد بشكرك جدا يا أستاذ حسام إن أنت لبيت طلبي، وإن أنت سبت كل حاجة وراك وجيت. يعني بجد جميلك ده في رقبتي. ربنا خلي بالك هو اللي جابنا، مش احنا اللي جينا بمزاج. ربنا يبارك لك يا كمان مخدة. عم أحمد. مخدة حبيبي. يلا يا جدعان سلام.